مساء الخير. في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده على ماتش الاهلي والجونه اللي اتلعب امبارح وماتش الزمالك وسموحه اللي اتلعب النهارده. الاول طبعا محتاج دعمكم في الفيديوهات، ومحتاج تعملوا لايك، ومحتاج تعملوا سبسكرايب ضروري عشان نقدر نكمل والقناه تكمل ونقدر ان احنا ننزل فيديوهات تاني. طبعا امبارح الاهلي كسب الجونه 3، وكان طبعا امام عاشور افتتح الاجوان بالتسديده الصاروخيه بتاعته. طبعا الاهلي يعني بيعمل روتيشن عشان طبعا فاضل له ماتشين، وبعد كده ماتش الترجي رايح جاي، فهو بيجهز لماتش الترجي. الاهلي حتى لو ما كانش حلو بيعرف يكسب. يعني امبارح هو فضل الجون بيدافع 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 لحد ما جه جون امام عاشور، خلاص فتح الدنيا، قدر الاهلي يكسب 3-0. فطبعا مبروك للاهلي، وان شاء الله باذن الله الماتشات اللي جايه يقدر برضو يكسب عشان يحافظ على النسق ده قبل ماتش الترجي باذن الله، ان شاء الله باذن الله هناك في تونس في رادس. النهارده بقى اتلعب ماتش الزمالك وسموحه. يعني بصراحه الزمالك النهارده يعني حاجه غريبه جدا. يعني فريق تقريبا طول ال100 دقيقه تقريبا مراحش على الجون مره مرتين، فحاجة غريبة. واتغلب واتطرد حسام حسن برضو، والحكم محمود البنا كان جاي على سموحة جدا جدا جدا، ومع ذلك اتغلبوا 1-0. ما راحوش على الجون، مش عارفين يلعبوا. اللعيبة ما تفهمش فيها ايه، المدرب مش عارف ماله فيه ايه. فده جرس انذار للزمالك قبل ما يلعب ماتش نهضة بركان الاسبوع اللي جاي. الزمالك لازم يركز قبل ما يلعب ماتش نهضة بركان. ممكن تكون دي قرصة ودن للعيبة قبل ما تلعب الماتش اللي جاي. لازم يراجعوا حساباتهم كلعيبة وكمدرب والإدارة. يعني الإدارة ما تفهمش، يعني هي كانت مصرة ان هي تجيب عبد الله السعيد. ليه؟ معرفش. يعني عبد الله السعيد عنده 39 سنة داخل على 40 سنة، حتى لو اداك ماتش 2-3 فهو مش يقدر يديك بقية السيزون، لان طبيعي كبر في السن خلاص، وهيبقى لعيب انت واقف في الملعب عندك خلاص، هو يدوبك بيباصي وبيلعب بيحاول يعمل سرو بس فقط لا غير. فغريبة، ما يعني الإدارة معرفش، كابتن حسين لبيب معرفش يعني ايه إصرارهم ان هم كانوا يجيبوا عبد الله السعيد النهاردة، يعني او يعني يجيبوا عبد الله السعيد في الزمالك. والنهاردة كان يعني الدنيا ما كانتش احسن حاجة بصراحة. يعني ناصر ماهر ماشي، ناصر ماهر صغير في السن ولعيب برضو كويس وكل حاجة، وعبد الله السعيد لعيب كويس جدا بس كبير خلاص 39 سنة. فبصراحة النهاردة الزمالك كان وحش جدا جدا جدا، وفقد 3 نقط تاني برضو، بيبعد عن الصدارة، بيبعد عن المنافسة ما بين الأهلي وخلاص وبيراميدز يعتبر، ولو إن لسه بدري بس يعني إيه، هي دي المنافسة. وفي الآخر الأهلي هو اللي بيكمل برضو وياخد البطولة، بس في منافسة من جانب بيراميدز، لكن الزمالك بيبعد نفسه. ف ان شاء الله تبقى دي قرصة ودن كده للزمالك واللعيبة قبل ماتش نهضة بركان عشان يقدروا يعوضوا في الماتش بتاع نهضة بركان اللي جاي. وان شاء الله بالتوفيق للاهلي وللزمالك في افريقيا، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة.